من دي اتفضل. المشكله انه في دول كتيره مصدر المعلومات الوحيد بيكون مصدر ثابت معمول غسيل مخ للناس بيدوهم الحقيقه من اتجاه واحد. فكان عندك فرصه ان انت تحاورها بهدوء. لا مش اسمعني يا حبيبي، بص حبيبي اكمل كلامي اسمع حبيبي، لا ما تكملش كلامك. لا هقول لك ليه. خلص يا حبيبي، لا اله الا الله. لو هي جايه باحثه عن الحقيقه كنت خطبتها معاها، انما سالوها تعرفي عربي؟ قالت لا لكني اتكلم الانجليزيه. حلو قوي. الاكسن بتاع الشرموطه اكسن بتاع نيويورك، الاكسن اللي بتكلمني بيه انجليزي بتاع نيويورك، البلد اللي انا عايش فيها. تمام. انت عايشه فين يا حلوه؟ قالت في اسرائيل. رحت امريكا؟ قالت لا. تمام. فالاكسن الانجليزي اللي بتتكلم بيه واحده يمنيه تقول لك ما اعرفش عربي، ودي حاجه غريبه يعني وعجيبه، لكن تتكلم انجليزي وبتقول انها بتتكلم عبري. واول ما طلعت انت عاوز تغتصب اطفالي؟ انت عاوز تغتصبني؟ هي عاوزه تاخد اللقطه وتقطعها وتعمل بيها شغل، الله اعلم تعمل بيها ايه. اسمعني بقى، اسمعني معاك. بس انت اديتها اللقطه، ما انت اديتها اللقطه. انا اديتها اللقطه. ارجع ارجع انا هنزلها. ايه رايك بقى؟ بمعنى ايه؟ احنا كنا نقدر ان احنا نفند كل الكلام الغلط. لا انا هنا مش عشان افند، انا هنا عشان اطلع جين ابوهم. ما هو احنا مش هفند لحد. اسمعني يا حبيبي، بص يا حبيبي، ما استفدناش حاجه. لا احنا استفدنا. اللي في الغرفه عرب. بص يا حبيبي، ماشي في واحد اسمعني يا حبيبي، في واحد اسمه موشي بيجي يقول الكلام ما بنمنعوش يقول اي حاجه، يهودي. وفي ناس بتطلع، واحد طلع مش اقل من نيجيريا قال ايه وطلع يكلمنا، حاولنا نفهمه. انما الشرموطه اللي جايه عاوزه تاخد اللقطه، انا بديلها اللقطه، بس بديها اللقطه اللي انا عاوزها، ان انتوا هيطلع دين ابوكوا، مش هنرحمكم. خلصت. بس مش هنرحمكم طبقا لديننا احنا، مش طبقا للبروباجندا اللي انتوا انت عاوز تقتل اطفالي، انت عاوز تغتصبني، انت ما العالم كله شايف بقى. هي طالعه بتقول ايه؟ اسمعني في اللحظه دي حبيبي هي طالعه بتقول ايه؟ هو السيسي ما يفتحش الحدود الغزاويين يهربوا يطلعوا على اوروبا ولا امريكا؟ ايوه. سلامة امك يا بنتي. دي مش واحده مش فاهمه الحقيقه. لو هي مش فاهمه الحقيقه ممكن تسال ايه اسباب الضرب، هو ليه الغزاويين بيعاملونا كده؟ انما جايه بنت المتنكه تبعت الرساله افتح الحدود لاهل غزه نهجرهم ونرتاح منهم. دي بقى لازم رسالتك تكون قويه ليها، تطلع دين ابوها. لما تسمع حاجه زي كده لازم يطلع دين ابوه، مش احنا يا متنكه اللي هنهرب، والناس مش الفلسطينيه اللي هيهربوا يا متنكه. راحت قايله ايه؟ طب اشمعنى الاغنياء بتاعتهم هم اللي بيهربوا وهربوا في الاسبوعين اللي فاتت؟ يا مره يا بنت يا عم، دي شغاله مع الصهاينه، بنت دين كلب طابور خامس. لا هي مقصود بتسمع الاعلام يا عم بهك. يا عمنا يلعن دين ام الاعلام. هو انا بكلم مين يا عم؟ ما تسمع يا عم. بنقول لك دي شغاله مع اولاد دين الكلب. لا يا عم لحظه بس، انت مالك يا عم عصبي ليه؟ مالي ايه؟ ما انت ماشي مخك شمال تقول لي اصل بتسمع الاعلام. اعلام ايه؟ واحده اسمع يا استاذ. يا استاذ كلامي يا اخي. يا استاذ كمل كلامي يا اخي. يا استاذ يا استاذ مايك كمل كلامي. ما انا مش يا بيه شغل الانبطاح ده احنا خلصناه خلاص والله العظيم. مش انبطاح يا اخي، انت ليه مش قادر تفهم؟ حتى الراجل العراقي لما جه يتكلم معاك برضه فهمته غلط. انت عصبي شويه النهارده عن امبارح. اهدى بس. القصد في الكلام ايه؟ انه مش شرط ان في ناس كتير حتى لو مش يهود، في اوروبيين كتير يا بيه مصدر معلوماتهم معامله مختلفه يا سعاده البيه. مصدر حتى اليهود في يهود يا سعاده البيه. ما احنا قلنا لك اسمعني حبيبي، بص حبيبي ركز معايا عشان تفهم بس انت الفرق بين لما تعرف تعامل الناس يعني ايه. لو هم داخلين مش فاهمين الحقيقه، ليهم دخله مختلفه تماما غير دخله البروباجندا. افتحوا الحدود عشان نهجر الفلسطينيين. قلت لها لا، الحدود هتتفتح عشان المساعدات. قالت لا. طب وهم الناس الاغنياء بتوع غزه ليه هربوا على اوروبا وامريكا؟ شوف رساله عاوزه بنت دين الكلب توصلها. لا لان الاعلام اليهودي يا بيه يلعن دين ام اليهود. يا بيه الاعلام اليهودي بيقول ايه؟ عشان بيعمل يا سعاده البيه يعمل فتنه في غزه. والله العظيم انت مخك صغير بيدعي يا سعاده البيه. يا عم اهدى بس يا عم. دي بنت دين كلب بتقول لك انا من اليمن، بتتكلمي عربي يا حبيبتي؟ قالت لك لا.
كدابه. والناس قالت في السبيس، شفناها سمعناها في اكتر من سبيس بتتكلم عربي، دي بنت دين كلب جاي تاخد اللقطه، مش هديها اللقطه. كلامي على حاضر يا فندم. محمد حسن، انت ليه مصر ان هي مغسول دماغها؟ قلنا لك دي بنت دين كلب جايه تعمل رساله، انا مش هسمح لها بالرساله دي. انا بتكلم على طريقه الكلام مع ناس ممكن يكون مش هي دي الناس يا حبيبي، في امل، مش هم دول يا بيه. يا عم اسمع يا عم، دول مش ولاد دين الكلب اللي في امل فيهم، دي مختلفه تماما عنهم. دي جندي من جنود الصهاينه ولاد دين الكلب اللي جايه تفرض كده ما انا لو ناقشتها نفتح الحدود عشان نهجر، وليه يا حبيبتي يهاجروا؟ لا تقول لك تهاجر مش احسن ما يموتوا، ما احنا بنقول برضك عشان مش عارف الايه، وبعدين يبقى نرجعهم تاني من اوروبا لو في فرصه. لو يا حبيبي هي عاوزه الحوار ده، لازم تفهم، ولازم اي ابن دين كلب عاوز يفتح الحوار ده يفهم ان يطلع دين امه. ازقروا لحقوقكم، مش كل واحد تنبطح له وياخدك في السكه والمشوار. يا حبيبي انا بناقش ناس بقالي 12 سنه يا عم مش الشرموطه دي اللي هتيجي تضحك عليا. بس انا معلش بس لازم انزلك عشان عايز ارفع واحده تانية، بس معلش فننهي. مش الشرموطه دي اللي هتيجي تضحك علينا. انا في بص يا حبيبي، هم في رسائل عاوزين يبلغوها وانا بستخدمهم عشان في رسائل ابلغها برضه ان هيطلع دين ابوكم. مش هو ده الخوف؟ مش حرب الخوف اللي بيمارسوها على غزه واهل غزه؟ اطفشوا اهربوا. احنا برضك هنقول لكم يا اولاد دين الكلب الحقوا اطفشوا ولا اهربوا. انا هنزلك معلش، واذا عايز ترجع اتكلم عن انا ساكت اهو، انا بس مستني عم بهكت يخلص كلامه. لا انا اسمعني انت طلعتني انا ما اتكلمتش، ما لحقتش اتكلم يعني. يا محمد انا ممكن ارفعك بعد شويه بس معلش. ماشي يا باشا. يلا شكرا ليك، بس عشان محتاج انا بس السبيس على راحتك. مش عارف ارفع واحده بس.